أقتلها. ثم أخذ في الكفاء، غطى على الكفاء بشالة، ربط على فمك عشان ما تصيحي. ايوه، وربط ايدي وربط يدك وغلق الباب. ايوه، ثم جلسني بالأرض وأغصبها. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا في أقواله، بأقوالها وأقوال المدعو أحمد حسين نجاد. وهو اعترف بهذا الكلام؟ اعترف. أنا كنت في عملي. ايوه، وين أشتغل؟ أنا عامل. فواحدة من جيراننا كلمت والدتها إن أحمد بيلاحق البنية، ماذا يريد منها؟ هي خرجت تنفع يعني والدتها البكالة، وهو قام بملاحقتها، وأبلغت زوجتي بهذا الكلام. زوجتي جت وتحكي للبنت بهذا الكلام، قالت له يشيبز عليها الزلط، يعني قنبرت يوم أو يومين وهي حسا على بنتها، يعني بدراقب الأخ هذا، وهو قنبر يدخل الغنم ويخرجهن من نازل من الدور الأول، وإحنا ساكنين في الدور الثالث، والترج هي قديم البيت ظلمي، حيث قام بإدخال الغنم ومنتظر للبنت.